السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. هنعمل مع بعض النهارده فيديو كده سهل وبسيط، طريقة عمل الجبنة الرومي من الجبنة القريش بقيمة غذائية عالية. تعالوا نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي. دي حاجة كده بقى لسحور رمضان ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. وحاجة في البيت انت ضامنة نظافتها، وبحاجة سهلة وبسيطة من الجبنة القريش. للي مش بياكلها هتدخلها في حاجة من غير ما يعرف. دول كده مقادير الجبنة الرومي اللي انا هعملها. معايا 3 قطع من الجبنة القريش اللي احنا عاملينها الفيديو اللي فات، ومعايا تمن جبنة رومي، ومعايا معلقة فلفل اسود حصى، ومعايا معلقتين مية ومعلقتين نشا كبار، ومعايا نص معلقة ملح ونص معلقة بيكربونات الصوديوم، ومعايا معلقة ونص كده زبدة. ما ينفعش يا جماعة تتعمل بسمنة، لازم زبدة.